والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتج مصري. نتعرف النهارده على ضيوفنا ما شاء الله. عماد حسين ابراهيم الحسني. منين؟ من المحلة الكبرى. أهلا وسهلا بيك. محمود فتحي محمود الشامي من المحلة الكبرى. طبعا النهارده معانا الضيوف، والضيوف طبعا أقارب وولاد خالة وليهم قصة معانا، كانوا جايين يزوروني النهارده. فأول ما جم زوروني النهارده سلمت عليهم وجبتهم معايا يحضروا الحلقة مباشرة من غير ترتيب كده إن شاء الله. لكن مش ده موضوعنا دلوقتي. إن شاء الله المسلم، وأنا وعدت الدكتور علي وإن شاء الله أتمنى من الله يا رب إن أنا أبقى صادق، ولما أموت برضه أموت صادق إن شاء الله. يا رب ما بقاش كذاب إن شاء الله في أي حاجة. ربنا يحفظني من الكذب يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وأتمنى من المسلمين ولا أكذب على حد ولا غش حد، وكل موعد إن شاء الله أصدق، ويا رب يجعلني أوفي إن شاء الله. في تقرير هنشوفه، وبعد ما نشوف التقرير دي، الأرض دي أرض تابعة للبيئة. فالناس عملت حاجة جميلة جدا في الثورة، وربنا ادالها خير كتير. والدكتور علي ده إنسان محترم وإنسان صادق، ربنا يكرمه يا رب. وأنا حبيته جدا في الله، لأنه الإنسان الوحيد اللي قعد معايا واتكلم بصدق. وممكن تبقى ناس قريبة منك ما قالتلكش الصدق وتعرفها من زمان، لكن الإنسان اللي اتعود على الصدق ما يقدرش يكذب. وأنا بوفي وعدي معاه النهاردة. نشوف التقرير ونرجع نتكلم تاني إن شاء الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. محمد طبت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم عنا شافعنا، محمد الهادي من الظلم. محمد طبت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم عنا شافعنا، محمد الهادي من الظلم. محمد طبت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم عنا شافعنا، محمد الهادي من الظلم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. محمد طبت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم عنا شافعنا، محمد الهادي من الظلم. محمد طبت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم عنا شافعنا، محمد الهادي من الظلم. محمد طبت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم عنا شافعنا، محمد الهادي من الظلم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. محمد
الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم عنا شافعنا محمد الهادي من الظلم محمد طابت الدنيا ببعثته. بداية القصة الأستاذ قال لي إن في أرض جميلة جدا في سوق الصديق، ورحت قابلت الدكتور علي. الأول قابلت الناس ما شاء الله الأرض تحفة، زراعة القمح فيها جميلة. الراجل اللي شغال معاه راجل عبقري، عامل بيساوي بالليزر، يجيب مثلا اللي هي الطينة دي وينقلها الأرض التانية ويقوم فاردها على الوش بالليزر، ويبتدي يخليها كلها سوا واحد ويحط لها المية غمر، ويطلع القمح تحفة أكن الأرض قديمة بقالها سنين. والطماطم عاملة إنتاج ما شاء الله تبارك الله، وعاملين بابونج حاجة يعني حاجة. الأرض مثلا يعني أنا قابلنا ناس عند المكنة الملك كنا واقفين عندها دي، ناس من المنوفية واخدين المساحة، قالوا إحنا زرعنا مثلا ب5000 ولمينا 15000، زرعنا مش عارف إيه ولمينا 25000. فلموا مبالغ، عشان كده مش عايزين نروح بلدهم وقاعدين لأن الأرض بقت منجم خير. اما قعدت مع الدكتور علي قال لي، لقيت راجل كده جسمه قليل ودكتور هو، وقال لي انا بحب الارض، انا دكتور وناجح في عملي مش محتاج الارض لكن بحبها. الراجل ده عمل قصة جميلة خالص، جه عند ارض زي اللي احنا واخدينها دي صحراء كده، وراح فاحت ترعه زي ما احنا عملنا جزء صغير كده، دخلها لحد اول ارضه، وابتدى ياخد ماسوره، وابتدى جاب حفار وجاب معدات، وابتدى ياخد الارض دي يسويها مثلا مساحه مثلا حوالي 100 فدان وشويه 100 فدان وشويه. وبعد ما سواهم وجيه عملهم زرعهم، راح للهيئه اديت له الشعار عن بعد، وبقت الارض دي ملك، بيعرض الفدان دلوقتي ب 150,000. وهو كان بدأ تكاليفه سبحان الله ربنا اغناه واعطاه، لان الراجل فعلا صادق ومحترم وتعب. بعد كده جه ياخد الارض اللي بعديها دي، قالوا دي محميه طبيعيه، فتبع للبيئه. طب يا بيئه طالما انتوا عندكم محميه طبيعيه، طب ما تزرعوها وتخليها خير وتدوها للناس، او خلوا حتى فيها خير للبلد وازرعوها. لا، سابوها صحراء. فالناس الطيبين دول ما انتظروش، راحوا مدينها للناس يزرعوها. واحد من ضمن الناس خد 50 فدان زرعهم طماطم. فبسال اللي هي الصوره اللقطه اللي قربناها من الطماطم دي، قال لك الراجل ده خد ال 50 فدان دي تعتبر مالهاش، مش هتتملك، محميه طبيعيه ما تتملكش ولا حتى حق انتفاع. والراجل راح زرع ال 50 فدان. جاله راجل مسيحي من نصارى جماعه نصحيب في التجاره على فكره، من سوق العبور، وراح واخد منه ال 50 فدان دول، قال لك ب1,400,000. يا عم قول صرف على الفدان 1,000,000 جنيه على ال 50 فدان، زراعه ونقل طينه ومش عارف ايه، طلع ب400,000 جنيه يشتري بيهم ارض تاني. ما تملكش بس كسب ذهب، مع انه طبعا كسب اكتر من كده بكتير. بتاع البابونج ده ورحت وقفت وسط العيال الصغيره، قال لك العيل من دول بيلم الكيلو بجنيه وربع. فالراجل خد الارض راح مسويها، راح زرعها بابونج. ارض كانت تربه اللي هي زي الصخريه كده، وحط لها عليها وش رمل او طينه، واتزرعت وما شاء الله طالما الميه اتوفرت خلاص. فالراجل بيلم الكيلو البابونج ده بيبيعه ب5 جنيه استيراد بره، او ب25 جنيه لو ناشف. فالعيل يطلع من المدرسه، اطفال زي ما انتم شفتوا كده، ومنهم اطفال صغيرين لابسين نقاب ما شاء الله، عيال ملتزمه. فينزلوا الارض، العيل يلم له مثلا 15 20 كيلو بابونج ده ويحطهم في الشنطه في جنيه وربع. العيل بيعمل له 20 25 جنيه بعد ما يطلع من المدرسه. فتلاقي العيل بيساعد اهله، بقى طالب بيذاكر، يشتغل له كام في اليوم كام ساعه ويدخل 600 700 جنيه لاهله. بقت مصدر دخل للاسر البسيطه الفقيره. فبقيت فرحان قوي. العيال في عينهم الفرحه هم بيلموا البابونج، فتحس ان العيل رب اسره، طفل صغير بس رب اسره، يعتبر شايل مسؤوليه اسره، او على الاقل شايل مسؤوليه نفسه، فيتعلم الرجوله والمسؤوليه. طبعا انا وعدت الدكتور علي ان انا اسعى في ان طبعا البيئه جت تخش، طبعا الناس هتاكلها باسنانها، هتخش تاخد مننا الارض ازاي؟ فوقفوا قصادهم طبعا، ده ناس شقيانه واطفال وبيوت واسر. فالمهم راح الدكتور علي رفع لهم قضيه على البيئه، يعني عشان يوقفوا الموضوع ما ياخدوش الارض من الناس. فقلت له يا دكتور علي، يعني انا عايز اسالك سؤال،
انت ايه اللي بيخليك تمهد الارض دي للناس وتديها للناس دول؟ قال لي بص، انا لو جبت شويه طينه فردت فيهم في الفدان هيكلف 10000 جنيه. لو انا اديته للراجل ده بنفس السعر يا عم ب 10 15000 جنيه، هو صرف له على قد 10 15000 جنيه، بص لقاله جاب له مثلا 30 40000 جنيه. الارض بقت مزروعه. اما يجي فلان وفلان وفلان يقعدوا في الارض ويبقى ده مصدر دخل ورزق لعيالهم، صعب ان حد ياخدها منهم، يا واخد قوت يا ناوي على موت زي ما بيقولوا. فاصبح المكان عمر. ارض اللي هي ب 150000 فدان اللي هي كانت صحراء اصلا دي سعرها هيعلى لان المكان عمر. لقيت ان فكر الراجل ده زي فكر انا اللي انا بدات بيه. فكنت خايف كل ما كنت اخد ارض ابقى خايف ومرعوب على الناس وعلى نفسي، خايف من اي مشكله تحصل، خايف الناس تنضر. فالراجل ده جمد قلبي، بقيت فرحان جدا وانا بزوره. الناس مخنوقه ان هو قال ان دي محميه طبيعيه وان تابعه للبيئه وده راجل صادق ومحترم. ايا كان مين اللي مخنوق، بس انا بقيت فرحان بصدقه لان عرفني ان انا ماشي صح وان الفكر ده صحيح. شخصيه بجد الواحد ما يملكش غير ان هو يحترمها لصدقها ولفكرها، وكل اصحاب الفكر والصدق لازم نحترمهم. فانا قلت له انا هقف وهجيب لك ناس تاخد الارض، بس ناس فلاحين بقى، يعني اللي يجي ياخد الارض اللي هي بتاعت اللي هي في يوسف الصديق اللي هي المحميه دي، ناس فلاحين لانك هتزرع وهتاخد. انا شفت بعيني الارض بتتجمع منها الطماطم بعيني ال 50 فدان انتاج، والراجل ربنا يجعله صادق راجل محترم، 1,400,000. يا عم لو صرف نص مليون عمرك تكسب 900,000 جنيه في شهور. مزرعه الطماطم تطلع في شهور، وزرعه البابونج دي بتقعد 4 شهور، يعني كل 4 شهور هتكسب لك مثلا الفدان 15 ولا 20,000 جنيه. عايز ايه تاني؟ والبلد لما تبقى عملتها ملهاش قيمه ويبقى عمالين نسحب مليارات كل شهر، ما يبقاش حاجه ليه قيمه غير الاكل والشرب. الحاجه الوحيده اللي ما استغناش عنها الاكل والشرب، فكل الناس تحتاجها مهما كانت ظروفها. فالحمد لله الراجل الطيب ده طمني ان انا صح، وانا وعدته ان انا هعمل دعايه الارض رغم انها اصلا محميه طبيعيه والناس عايزه الارض الملك او حتى لو حق انتفاع، وانا نفذت الحمد لله. اتمنى ان اكون صادق معاه زي ما الراجل طلع صادق معايا، وربنا يكفينا يا رب شر الغشاشين والكذابين، وربنا يرزقنا الناس المحترمه الصادقه. نشكره ونرجع نتكلم مع ضيوفنا. الراجل الطيب ده والراجل زميله لهم قصه معانا. في الرحله اللي فاتت الناس دي حصل سحب على العمره، فكسبت العمره استاذه اسمها نجوى، ست طيبه كانت بتوزع على الناس، يعني تحس انها كده ست طيبه وكريمه. وبعدين قعدنا ندور على واحد اسمه عماد، كسب الطفل اللي هو ابن الشيخ الديب اللي قاعد معانا ده، طلع اسمه مين عم عماد ده؟ طب يا اخوانا ده متعاقد معانا في الارض؟ لا، قعدنا ندور مش متعاقد. هما بقى يحكوا لنا القصه بتاعه العمره دي عشان تعرفوا قد ايه سبحانه الله تعالى الله كريم، وربنا ما بيديش الا المحتاج اللي عنده الطلب، مش اللي واخدها غناوه. نتعرف حضرتك؟ عماد حسين من المحل الكبرى. وحضرتك انت طبعا نتعرف النهارده. بقول لكم احكوا لي قصه العمره وجيتوا زي الرحله. والله كان ابن خالتي قال لي في رحلة الفيوم وبتاع ونشوفها أرض، فما كنتش يعني بصراحة موافق يعني. فقال لي بس تعالى، فرحت معاه وجيت شفت الأرض وشفت المكان، لقيت الأرض كويسة وقريبة من السكة وكل حاجة فيها تمام. فقلت له هي أرض كويسة ومية مية وكويس. فبعد خدتش ارض طبعا؟ لا انا ما خدتش ارض، انا كنت نفسي اكسب ارض والله. انت جاي نيتك الارض؟ جاي نيتي الارض. فببص بعدها بساعة كده لقيت التليفون بيرن. بعد ما روحت بقى بالليل لقيت التليفون رن يجي 8 مرات. ما كنت سايبه في الأوضة بتاعتي. فبعد كده جيت ابص تاني لقيته بيرن تاني، فكلمت الأستاذة منى، قالت لي مبروك كسبت رحلة عمر. فاتبسطت قوي وكنت انا نفسي اكسب ارض عن رحلة العمر. سبحان الله. ماشي، ربنا فانا يكسبك قلت أرض بقى اديها لوالدتي وبتاع. شيخ حضرتك طبعا كان المفروض انت اللي دافع مبلغ بسيط في الارض عشان تتعاقد عليها. في الاول. وكان وكان المفروض ان اصلا ان انت في الرحله. وكنت جاي عشان تكسب الارض صح؟ زي برضو كده صح؟ لا، انا كنت جاي اشوف الارض عادي، مش نيتي. والله لو فيها خير ماشي، ما فيش كل شيء نصيب يعني. طيب اتصلتوا بيا قلتوا لي والله ابن خالتي سامح لي في العمره ان انا اطلعها صح؟ حصل. اتصلت بيك. انت سمحت له فيها فعلا؟ كنت انا قلت له سمحت له فيها. فجت الوالده بقى عايزه تطلع. والدته سمحت هو ابن خالتك مش كده؟ ابن خالتي. وهي خالتك والدته مش كده؟ ايوه.
سمحت له فيها فعلا بصدق؟ ايوه بصدق. أي. بعد كده اتصلتوا بيا جيتوا لي النهارده وقلتوا لي لا انا ولا هو هنطلع العمره، صح؟ اه مش كده؟ ايوه ايوه حصل. مين اللي هيطلع العمره بقى؟ والدتني. والدته والدتني. اه اه والدتك انت قلت لي انها بتصوم مش عارف اثنين وخميس وكذا، الحمد وكان لله. ليها امل انها تطلع العمره، صح؟ سبحان الله، ربنا كاتبها لها بقى. سبحان الله. يعني هي اللي كانت عايزه العمره. سبحان الله. جت الرحله؟ جيت الرحله. انت جيت لكن هي جت؟ لا هي ما جاتش، انا جيت الرحله وشفت الارض وفي حته كويسه وعجبتنا الارض يعني. شيخ محمد انت جبتها كنت طالب ان خالتك تروح الرحله؟ لا والله ما كان في دماغي يعني هي سبحان الله. انا ما اعرفش الا النهارده بالصدفه يعني، وقال لي والدتي قايله لي، قلت له يا ابني خد قرار، انت صاحب القرار مش انت كسفت من خالتك ولا مديها له كده انت متضايق ولا مبسوط؟ لا والله العظيم عادي جدا، ما فيش اي مشكله، وربنا هيعوضنا ان شاء الله، وبعدين كفايه النيه بس. فصاحبكم انتوا الاثنين. سبحان الله. شفتوا بقى؟ هو الشيخ جاي نيته الارض، عايز يكسب الارض، والاخ عماد جاي عايز الارض، وربنا قال في العمره ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ربنا شاكر وعليم. ما شفتش واحد في العمره الا لما ربنا غناه. وانا طلعت العمره مثلا مره واثنين وربنا نقلني نقله عجيبه. ومره تانية كانت في رمضان، كانت العمره كانت صعبه، كان طلوعها صعب، وانا كنت عايز اطلع العشرة عشان الحق البرنامج بتاعك وساعتها بقدمه في قناه تانية. فكانت نيتي البرنامج نمره واحد. بعد ما جات لي التاشيره ما طلعتش، لان ربنا عليم باللي في قلب كل واحد، عارف مين اللي مشتاق وعايزها، وعارف نيه كل واحد قد ايه. انت نيتك تطلع العمره ونيتك الارض. ربنا سبحانه وتعالى حنين، ومحدش بيعرف يضحك على ربنا. الست اللي ما جاتش الرحله اللي قاعده في بيتها واللي طلبت من الله وهي صايمه انها تطلع العمره، ربنا كتبها لها. من عم عماد لابن خالته في الاخر ترسى على الحج، وما راحتش الرحله ولا اتفرجت على البرنامج ولا شافته، بس اصلا مكتوبه لها. ربنا عارف مين اللي عايز يروح بيته، وعارف مين اللي عايز الارض، وربنا حنين بيدي الكل. وان شاء الله طبعا خدت ارض انت، صح؟ عم عماد لسه مش كده؟ لسه باذن الله. طب تعالوا يا اخوانا نشوف الرحله والناس اللي بتطلع الرحلات، كل واحد كان في نيته ايه او عايز ايه، وكل واحد جاي من بلد مختلفه. كل واحد عنده امل يبقى رزق حلال وخير لاولاده. وفي ناس نفسها تطلع العمره، وفي ناس نفسها تاخد ارض. وربنا يجعل نيتنا دايما صدق وحلال، والله كريم بيعطي كل الناس ما بيحرمش حد. نشوف تقرير الرحله ونرجع تاني ان شاء الله. يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. سيد عبد سعيد من قمامبو أسوان، جاي النهارده اشوف الارض. صبري رمضان علي البيومي والمنصورية الصليبة، وجايين النهارده نتفرج على الارض ان شاء الله. ضل خليل ابطال مش هنشوف منه ايه، جاي ان شاء الله عشان الشركة عشان ناخد ارض زراعية مستصلحة، وان شاء الله باذن الله نتعاقد عليها باذن الله. انا في محمد صالح عبده، انا ساكن في المعادي وجاي اشوف الارض. محمد محمود من البحيره، جاي النهارده ان شاء الله اتفرج على الارض. سعد مصطفى رمضان الديب، مركز اوسيم محافظه الجيزه. عرفت الشركه عن برنامج منتج مصري، وجاي ان شاء الله النهارده اتفرج على الارض. سليمان احمد فكري من مركز العمريه باسكندريه، جاي النهارده ان شاء الله علشان اشوف الارض على الواقع. عبد العظيم محمد حمود ابي برس، العنوان أتميدة مركز متغمر محافظة الدقهلية. احنا جايين ان شاء الله النهارده علشان نشوف الارض. اسمه وليد فرج الحنفي من قرية محلة خلف، مركز سمنود محافظة الغربية. انا جاي النهارده عشان اعاين الارض واشوفها، وان شاء الله ربنا يجعل لنا نصيب فيها. اسمي محمد ابراهيم فتاح من مركز متسلسيل دقهلية، جاي النهارده علشان نعاين الارض اللي هنشتريها. عمرو محمد غازي من سيدي جابر في اسكندريه. انا عرفت ان في اراضي وكده،
فجيت اشوف الاراضي دي يعني على الطبيعه. رضا مسعود، اسكندريه. ان شاء الله احنا جايين النهارده معاينه للارض نشوفها على الطبيعه. وليد محمود حسن من اسكندريه. ان شاء الله نحن النهارده طالعين الرحله لنعاين الارض على الطبيعه. ديب احمد، محافظه السوهاج. رحت يعني عشان اشوف الارض على الطبيعه. علي عبد الرحمن، وساكن ساكن في المعادي، وجاي النهارده اشوف يعني ان شاء الله. سعد محمد السيد محمد سلام، جاي اشوفها النهارده عشان تبقى مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمه ان شاء الله. عبد الرحمن رزق محمد، ساكن في الشروق. انا جاي النهارده عشان اشوف الارض. كل واحد وجاي وفي عقله فكرة وفي قلبه نية، واللي يعلم ده كله ربنا. الراجل الطيب عم الشيخ جاي قال لي انا خدت ارض، دفعت مش عارف مبلغ بسيط وعايز اكمل فلوس الارض، فعايز اخد مثلا فدان ولا نص فدان، نص فدان. فعرض عليا فكره، لقيته جايب لي جهاز بيقول لي ب 5000 جنيه، ده من هونج كونج. قلت له يا عم طب الناس دي اصلا بتعبد بوذا وكده وكلام من ده، جاي تاخد بتوع بوذا مش فقال لي اصل بقى عاملين بروشور والجهاز ده بيعقم الميه بيقتل الميكروبات كلها. قلت له طب يا اخي ما تخش على النت تكتب مورينجا، لو خدت شويه مورينجا مش الورق ده، العروق اللي هي بتترمي دي، لو طحنت شويه منهم وحطيتهم في الميه هتعقم الميه 100% وتوفر ال 5000 جنيه. قال لي معقوله؟ قلت له اه، وغير كده كمان ادي هتزرع في مصر وهتبقى للمسلمين، مش هتطلع ايه لهونج كونج واليابان والحاجات دي وكده. فصح كده الكلام ده ولا؟ وريهم الجهاز اللي انت جايبه اهو الجهاز ده 5000 جنيه هيطلعوا بره مصر لهونج كونج مش كده؟ ولا للصين؟ لا هونج كونج. شفتوا وصلوا فين يا اخوانا؟ خلوا المشايخ بتوعنا يشتغلوا في التسويق ويودوا لهم الوفات لحد بلدهم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال المؤمن كيس فاطن، يعني نصح وحويط. احنا عشان ما بقيناش ماشيين ورا النبي وبقينا مبهورين بتفكيرهم وبالالوان بتاعتهم، بقينا بناخد فلوسنا ونديها لهم. طب وبعدين نسمع بعد كده ان الناس اللي بتوع بوذا دي بتبهدل المسلمين والمسلمين مبهدلين عندهم، يعني انت تديلهم فلوس يبهدلوا بيها اخواتك. طب ماشي وبعدين؟ طب ال 5000 جنيه دول ما انت اولى بيهم. طب ما انت لو جبت شويه البودر بتوع المورينجا اللي هم العروق دول اتطحنوا وحطيتهم في الميه. انت عارفين يا اخوانا المجاعه اتقضى عليها في افريقيا ازاي؟ كنا بنشوف افريقيا عندهم مجاعه وضعفه كده وعندهم جفاف، مره واحده لانهم قضوا الحيطه كده. ايه السبب؟ زرعوا لهم المورينجا بس من اول اوغندا وانت طالع لحد السودان. واحنا اساسا شجره المورينجا دي كانت مزروعه في الطور، اللي صوره الطور دي اصلا المورينجا مزروعه في الطور وانسب اول حاجه، ومع ذلك تتشال مصر. لما اسرائيل احتلت سينا كنست ده كله وشكرا وخلاص وانسى، مع ان اصلا زيت المورينجا ده كان بيستعملوا بنات الملك الفراعنه او ملكات الفراعنه. يعني انت الاصل وفي الاخر تبقى مش عندك انت الوحيد، ولما نيجي نعممها ونقول انها علاج ل 300 مرض ما حدش مصدق. والتانيين جايبين لنا ورقه ملونه كده وجهاز ب 5000 جنيه يقول لك طب عقم الميه. طب ما انا عندي المورينجا بتعقم الميه ومش عايز منك يا عم حتى جنيه، ده ببلاش، خدها وعقم الميه. افريقيا بيعقموا الميه ازاي؟ افتح النت واكتب مورينجا وتعقيم الميه، هتلاقي ان بياخدوا التفل بتاع المورينجا اللي بيترمي ده بيحطوه في الميه بعد ساعه او وقت بسيط تتحول لميه معقمه وتشرب ميه احسن من المعدنيه ووفر ال 5000 جنيه. ولا انا غلطان يا شيخ؟ الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ لا حصل فعلا. بس للاسف ان الكلام ده حصل النهارده صح؟ حصل. وكنت بتقنعني بتسويق عشان تاخد نص فدان. لا مش تسويق، انا كنت بقول لحضرتك تاخد ده تكمله للمبلغ. انا لا املك ثمن النص فدان، ولكن اللي قدرت اجمعه من الفلوس 2000 ونص، فده يعتبر الباقي. قيمتها 5000 جنيه. اذا تقبلته يبقى كتر خيرك، ما تقبلتش طب انا هتقبلها، هاخدها ب 5000 جنيه وهشتريها ماشي خلاص. لكن لو انا هاخدها منك ب 5000 جنيه وهديك المورينجا ببلاش انت تعقم بيها الميه، ايه رايك تبادلني تاخد شويه مورينجا تعقم بيهم الميه ببلاش واخد لك انا الجهاز ده ببلاش؟ موافق طبعا. ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. يعني على فكره يا اخوانا الراجل ده طيب وهو مكافح، يعني هو بيشتغل حضرتك مؤذن في الاوقاف صح؟ ومحفظ قرآن. ومحفظ قرآن. فبيعمل عمل اضافي، لان طبعا انتوا عارفين مرتب محافظ القرآن مثلا تقريبا قد ايه؟ والله الطفل بيجيب يعني تقريبا 20 جنيه في الشهر. يعني مصدر الدخل كله في الشهر قد ايه؟ بالنسبه لتحفيظ القرآن والمؤذن؟ والله يعني زي
800 جنيه 850 بالكتير. طب ماشي. اذا الراجل مكافح رغم عمله بيضيف لنفسه تسويق ونشاط تاني عشان يحسن من مستواه ومستوى اولاده. مسلم راجل مكافح، ولكن هو يا اخوانا مش غلطان. هو بلدنا كلها بتسوق للاجانب، احنا كلنا بنشتغل عشان نسوق لهم فلوسهم. انت كل المليارات بتاع بلدك الادويه دي الكيماويه، طب وريني اجنبي يقبل ياخد كيماوي. طب بلاش الزرع اللي احنا بناكله ده لو معمول بالكيماوي، الاجانب لو طلعت لهم ما ياخدوش منك. بقى نسمم نفسنا وهم ما رضوش يسمموا نفسهم. هم يمشوا ورا النبي ويتعالجوا بالاعشاب والطب النبوي وما يقبلش ياخدوا حاجه الرزجانات طبيعيه، واحنا ناخد الكيماوي. معقوله؟ النبي قال للمؤمن كيس فطن، واحنا نزود للمؤمن نقطه ونخليه المؤمن كيس قطن ونعبي فيه كل حاجه. بتعبي فيه ادويه وكيماوي وكل حاجه جايه من بره، ما بننتجش حاجه الا الزراعه. حتى الزراعه لما نيجي نزرع مورينجا عشان نوقف نزيف المليارات اللي بتطلع من الادويه، الناس مش مقتنعه ومستكترين. طب جرب. اتفقت معاه بقى على فكره اجمل هو هيحكيها لكم، وفي الاخر الفايده هيبقى لكل المسلمين ولكل المصريين. يحكي لكم هو الفكره اللي اتفقنا عليها يا سيدنا. نزل بقى الجهاز ده بقى. وحضرتك قلت لي ان نعرض على ايه بقى؟ الجماعه اللي هم بتوع التحاليل الطبيه ان هم ياخدوا المورينجا من عندنا ويدوها للمرضى اللي عندهم ضغط وسكر والكلام ده وفيروس سي برضه. ولما يتماثلوا في الشفاء هيحللوا في نفس المعمل اللي اتفقنا معاه، وهيحللوه بسعر اقل. طيب ان شاء الله لما يحللوا لما بعد ما يتماثلوا في الشفاء ان شاء الله وتظهر النتيجه يحسوا بنفسهم ان هم اتحسنوا، طبعا هيعملوا تحاليل. التحاليل هتيجي ايجابيه. فلما تيجي ايجابيه طبعا صاحب المعمل هيستفيد والمريض نفسه هيستفيد بشفائه، وطبعا مبلغ رمزي يعني ان شاء الله نحدده. وفي نفس الوقت هيبقى دعايه لنا لان احنا انتجنا من ارضنا حاجه طالعه من الارض. انا بحب الاعشاب من زمان جدا، ويعني مش على حد حضرتك بس، يعني أنا برامج كتير جدا، اي برامج في مجال الاعشاب بتابعها باهتمام شديد، ويمكن بكتب وراه الاسئله والاجابات من التلفزيون. فانا بحترم صنعه ربنا سبحانه وتعالى، لان صنعه البشر دايما فيها خلل وفيها اخطاء ولها اثار جانبيه. وقدامي نماذج في الحياه، يعني عديلي مثلا كان مريض عنده كسر مضاعف في العظام، فخد ادويه العظام فتعبت له المعده والكبد والكلام. يعني دي نموذج قدام مني، مش ده بس، وفي نماذج تانية. فلما تعب منها عانى منها فتره لمده سنه بعد شفائه، وكان برضه ما رجعش زي الاول برضه، يعني كان عنده كسر مضاعف في رجله، ولما خف برضه مش هيعرج شويه كده، الى انه تعبت له الحاجات ديت، ما عاش كتير بعدها سنه ومات توفى. يعني الحاجات الكيماويه جابت اجله. بس كل ده مكتوب. أيوة، يعني ده واقع قدامنا. ومش هو بس، في نموذج تاني قدامنا. فبصراحه انا يعني مش عايز اقول لك يعني كارهها، يعني لحد ما بتجنب الحاجات دي، الكيماويات بصفه عامه والصيدليات. اتفقنا احنا والشيخ على حاجه، هي بقى احنا طبعا كنا بندي الناس كيس المورينجا، في كيس كده ياخدها. فالناس الشعب المصري متعود ان الحاجه لازم يبقى شكلها حلو ومش عارف ايه وتكلفه ومنظر كويس عشان يقتنع بالحاجه. طب خلاص، رحنا عاملين علبه زي كده بتاعت المورينجا وهنديها للناس في المعامل التحاليل بدون مقابل. ما تدفعش فلوس غير بعد ما تدفعش الفلوس غير بعد ما ما تخف. دي المورينجا اللي هي في الارض، حطيناها في علبه شكلها كويس، وهنحط لك عليها ورقه ونشره وحاجات زي كده، وخلاص على كده، عشان احنا اتعودنا على كده. ماشي. وبعدين بعد ما تخف تدفع الفلوس لصاحب معمل التحاليل او للدكتور او للصيدليه اللي انت هتروحها. ادي الفكره اللي هنطبقها، بحيث ان بعد فتره الشيخ لما يجي يدي للناس علاج يديه لهم من ارضه. انت شفتها وهي في العلبه، وهشوفها بعد كده في الارض وتاكلها، وبقى اكلك شفاك. ده اليافطه اللي كنا عاملينها بنصورها عندنا في الاستوديو، اسمها اكلك دواك او اكلك شفاك. يا رب تحقق وتنجح على خير،
وكل انسان ما عندوش امكانيات ياخد ارض يبقى صاحب ارض، لان هو الراجل الطيب اللي يستحق. والناس الطيبين دول سبحان الله عندهم الايثار. ابن خالته اثره على نفسه وقال له اخويا ياخدها، وهو اثر خالته بالعمره، وهي خالته كانت اكتر واحده طالباها وقاعده مكانها ربنا بعتها لها. كلنا المفروض دايما نقول الحمد لله، ربنا عالم بقلوبنا. نتفرج على التقرير ونرجع تاني ان شاء الله. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. الحمد لله بعد طول انتظار فترة طويلة ربنا أكرمنا ومن علينا وبدأنا زراعة أول قطعة من قطع الأرض مانجا ويوسفي، وإن كانوا زرعوا في توقيت مش بتاعهم ولكن بفضل الله عز وجل يكونوا كويسين إن شاء الله، وعايزين الناس تتبسط وربنا يكرمهم ويفرحوا بطول انتظارهم إن شاء الله. ودي أول حاجة زرعناها بفضل الله عز وجل الأرض، وإن شاء الله يبقى دي خطوة أولى، وفي الأيام القليلة القادمة في حاجات كتير قوي إن شاء الله هتحصل، وفي زراعات هتتم من كل أنواع عشان نقدر نعمل حملة مكثفة للزراعة عشان نقدر نخلص من كل المراحل الأولى والثانية مع بعضهم إن شاء الله. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله يهفو آملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير للحافظ وهو صغير، والضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله يهفو آملي لله، ولحفظ كتاب الله من سبحان الله. ربنا بيجعلك تقابل ناس تجمد قلبك زي الدكتور علي، راجل طيب يا رب. وعرفنا انا صح، الارض اللي كانت الصحراء وكان من فتره بسيطه خالص ما تساويش بقى الفدان عنده ب150,000. اذا الواحد لو خد ارض فدان احنا بنديها للناس بمبلغ بسيط. اذا بعد فتره شفت لون الارض ازاي اتغير وابتدى يغمق، وعرفت الطريقه ازاي الارض بتبقى سمراء. حاجه جميله وتتساوى بالليزر. وغير كده كمان مش بس ارض بس، ده الارض دي كمان بتخش لها مدق 2 كيلو من غير اسفلت عشان توصل للارض اللي هي المحميه دي. لكن احنا ارضنا على الاسفلت وعلى الترعه
وكمان ترعه مش مفحوته يعني فاحتينها وبناخد عليها غرامات، ده ترعه عاملاها الدوله، واخدين من ترعه تانية كمان بقى عندنا ترعتين. فالارض دي يا رب اجعل الارض الوقف دي ارض السعد والغنى. انا دلوقتي قلبي جمد، انا كل مره كنت ببقى قاعد قلقان منتظر اليوم الناس هتستلم فيه ارضها عشان حاسس المسؤوليه على كتفي. الكلمه مسؤوليه. تخيل لو قلت كلمه للناس ومش صدق، او حتى انت سمعتها وقلتها صدق بس هي مش صح، مشكله يا اخوانا. الكلمه امانه. اتمنى من الله يا رب نسلم الناس الامانه في شهر 3 وفي شهر 4 كل الناس تستلم ارضها وتدعي لنا. انا لما جيت اعمل الارض ما حبيتش، الناس لما تسمع عن الارض سعرها رخيص بتستغرب، يقول لك اكيد فيها حاجه. الارض سعرها رخيص، انت يا شيخ طبعا كنت بفكر ان الارض سعرها رخيص الان صح؟ يعني مش كده؟ وانت عم عمل. لا بس الارض جميله والله. ماشي. الارض حلوه. الفكره مش كده. انا بديك ارض بسعر رخيص. انا عندي 200 فدان هنديهم للناس، وعندنا 300 بتوع الشركه. لما اديك ال 200 فدان والمكان يعمر وبقى سعر بسيط، ربنا يكرم وال 300 فدان يبقى سعرهم اضعاف، والمكان يبقى فيه عمار. ويا سلام لو تبني قريه على نظام السياحه اكنها منتجع، ده الارض تبقى بالمتر. جم فقالوا بقى في 30 فدان تربه صخريه مثلا او حاجه زي كده، دول نستبعدهم وكذا، وناس عايزين ياخدوهم دول ويعملوا مزارع سمك، وناس قالوا لا احنا نبنيهم مش عارف ايه وكذا، حد ناس كترت عليها. فسبحان الله رحت انا قلت ال 30 فدان دول احنا هناخدهم. فلما جينا ناخد ال 30 فدان دول ونعملهم مزارع شعير مستنبت، ويبقى فيها تربيه ماشيه، ويبقى فيها منحل، ويبقى فيها الخير ده كله، لقينا ان الفدان ده هيعمل لنا اكتر من 10 اضعاف سعر الفدان التاني. شفتوا كرم ربنا؟ اذا انت حتى اديت للناس الارض بسعرها او اديتهم البيت باقل من تكلفته، ربنا هيخلف عليك في 30 فدان اللي هم المزارع. غير ان ارضك ممكن. زيارتي للدكتور علي دي ساعدتني قد ايه ما تعرفش. انا حبيت الراجل ده، ربنا يكرمه يا رب. راجل صادق ودغري وطمني، عرفني ان انا صح. نشوف التقارير ونرجع تاني ان شاء الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله. احنا خلصنا مباني العدل والجبب والاب، وبفضل الله على مدار ايام ان شاء الله تعالى على التسليم والتشطيب. البدر كطلعته وجهه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. هو خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رباه. الحمد لله ثقتنا في الله الحي القيوم الهادي البديع. يعني انا حاسس ان اتغيرت 180 درجه. تعالوا بقى نشوف الارض، في رحله رايحه من الجمعه اللي جايه، وتعالوا نشوف الارض والناس بتستلمها. يا ترى فعلا القريه بتاعه الوقف دي هتبقى جميله كده، والقوه هيبقى منظرها جميل،
وهتبقى حمام سباحه ومنظر تحفه كده. معقوله؟ معقوله الارض هتبقى زي الارض بتاعت البيئه دي اللي هي المحميه وتبقى اجمل منها وتوصل كده؟ معقوله الفدان هيعدي ال 150,000 ويوصل الاسعار دي؟ ممكن تبقى الارض مصدر دخل والواحد ما يحتاجش الوظيفه ويعيش في مكان جميل، ويبقى عندك جميع خيرات ربنا، النحل الطبيعي واللبن واللحوم، جميع خيرات ربنا. يا رب نجحنا. الله يعلم ان نيتنا صدق والخير للناس وما نخاف عليهم. ربنا اللي يعلم ان انا وانا بسلم ارض العالمين وارض بني مزار كانت الارض مش باسمي، وكنت مصر على لحد اخر مرحله كنت بسلم الناس مثلا في بني مزار وبقيت فرحان والناس بتستلم. اول ما بقت الارض باسمي وخدت في العياط وفي الريان بقيت حاسس نفسي ان انا ما بنامش. لكن بعد زيارتي للدكتور علي عرفت الحمد لله انا صح، وان الدنيا خير، وان ان شاء الله انا ماشي في الاتجاه الصحيح. اللي عايز يمشي معانا اهلا وسهلا، واللي مش عايز يمشي معانا يتفرج واستنى، وبعد ما تخلص الارض طبق نفس الفكره. يا رب اجعل الارض دي شفاء وساعد لكل المشتركين وكل اللي يزورها ان شاء الله. كلمه اخيره عشان الحلقه قربت تخلص. اتفضل تقول ايه؟ اقول يا رب كل يروح يشوف الارض ديت وياخد فيها يا رب. هي ارض جميله جدا والله، وانا كنت نفسي ان انا اكسب فيها والله. بس كل شيء نصيب بقى ان شاء الله ربنا يكسبك. عم الشيخ ربنا يبارك يا رب. ارض واعده ان شاء الله والتربه بتاعتها صالحه للزراعه، وربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك ان شاء الله ويجعلها سبب في شفاء الامراض المستوطنه في البلد، يا رب يجعل كل دي اسباب. ربنا يجعلها سبب واحنا اسباب، كل حاجه حوالينا، بس احنا نسعى بس وناخد بالاسباب. لو قعدنا مكاننا ما فيش حاجه تتحرك. لو ما يعني ما سعيناش وسالنا وشفنا واتحركنا ما فيش، هتيجي منين؟ هتبقى معانا بقى ولا مع هونج كونج بقى؟ لا ان شاء الله معاكم. طبعا نسعى يا عبد، نسعى معاك طبعا. مصرين؟ مقتنع بالفكره اللي قلت لك عليه ده ولا عشان قدام التلفزيون وكده؟ لا 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 ولا تلفزيون ولا ان شاء الله. يعني عشان قناه مثلا ممكن تكون زمانك مثلا؟ لا والله ما في قناه ولا حاجه. انا ان شاء الله الفكره تنفذ والله المستعان، يا ربنا يعيننا ان شاء الله. هتساعده باذن الله. كلام رجاله باذن الله باذن الله. ماشي. اللهم صل. انا طبعا مش هقول لكم غير حاجه واحده بس يا اخوانا، ما حدش بيعرف يضحك على ربنا. فكل واحد يقول يا رب ينوي نيه لله صادقه. يا رب انا عايز ابقى صاحب ارض عشان انفق منها على حلال ولادي وانفق منها في سبيلك، ويبقى عش وقف لما اموت يا رب تقعد لي في الاخره. ولو عايز المورينجا مثلا اخدها تبقى علاج شفاء ليا ولاهلي. على حسب نيتك هتاخد. النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالنيات. انا اعرف ناس كتير بتتكلم حلو وانا راجل عصبي، لما باجي اتكلم مع ناس بتتخانق مني وبتزعل مني. انا اشيل المسؤوليه اشيلها بس ببقى خايف. يعني العصبيه نتيجه عن خوف، ببقى خايف على الناس وعلى نفسي وعلى سوء كده يعني. لكن في ناس بتتكلم حلو وشاطره في الكلام ويقول لك بتسحر الناس، وأما اجي اتكلم معاها اسمع كلامها هيعجبني جدا، وبعد ما اكتشف الحقيقه اتصدم فيها، ابص له واستغرب له. طب ماشي يا اخي، طب لنفرض ان انت مثلا اتشطرت وغلبت في الدنيا، لما تروح لربنا هتقول له ايه؟ عشان كده يا اخوانا اللي شايل المسؤوليه ما ينامش. اللي بينام ده ومبيبقاش شايل الهم يبقى بني ادم مش فارقه معاه. لكن الحساب بيبقى بعد الموت. يعني الراجل بيقول ان ليه الغرغره لما الواحد بيغرغر ما ينفعش يتوب؟ قال لك لان بيبقى شاف الحق. انت حوالين منك ملائكه وجان، وتشوف واحد لابسه جان ويتبهدل ومش عارف ايه، لكن انت مش شايفه. اول ما بتغرغر بتشوف الحقيقه، بتشوف الملائكه وبتشوف كل حاجه على طبيعتها، فما ينفعش ترجع تتوب. ربنا يجعلنا يا رب من اهل التوبه والصدق، واتمنى التوبه ليا ولكل الناس والصدق من كل المسلمين. الصدق والتوبه بدايه السعاده. ربنا يجعلنا يا رب من اهله. اشكركم ان شاء الله وجزاكم الله خيرا. واللي يشوف اي حاجه يا اخوانا، اي معلومه تكون غلط او اي حاجه زي او اي ترتيب يقول لي عليه وينبهني. اي حاجه مش صح يقول لي عليها، وانا ما ازعلش ولا بتكسف لما اكون حاجه في الحق ما اتكسفش منها. غلطت صح، من هنا ورايح
كل الناس اللي وثقت فينا وبدات معانا اطبطب عليها واخدها في صدري وابتدي استوعبهم، وان شاء الله مش هزعل حد مني تاني يا اخوانا، ومش هسيب حد لحد، كل حاجه هتابعها بنفسي، وان شاء الله يا رب ما يجعلناش نسيب حاجه الانسان الا لما يكون صادق، ونعامل المرء على دين خليله. يا رب يجعل كل اخلتنا ناس محترمه وصادقه. امين يا رب العالمين. السلام عليكم.